السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفرخة دي يا جماعة، احنا جايبينها نخليها مع بعض. هنشوفها بتتخلى ازاي. نسمي الله مع بعض. بسم الله. أنا هبدأ أجي هنا، هنجيب سكينة كده وافتح الحتة دي يا جماعة. بسم الله بسم الله اهو. واحاول أجيب سكينة رفيعة وابدأ امشي جنب العظم بتاعي اهو، زي ما احنا شايفين جنب العظم بتاع القفص، الصدر بتاعنا ده او الحتة اللي هي بتبقى نازلة دي يا جماعة. بسم الله. وهناخد بالراحة نمشي معاها لحد ما نخلع الحتة دي معانا كده اهي. بسم الله. سهلة خالص يا جماعة، مفيش فيها اي حاجة. بسم الله. طبعا انا فتحت بالسكينه الكبيره دي بس عشان اوسع لنفسي، وبعد كده هشتغل بالسكينه الصغيره دي عشان املك معايا الحاجه اهو. احاول اكشف العظميه اللي بتبقى في الصدر دي اهي. يا رب تكون واضحه معاكم يا حبايب قلبي. الطريقه اللي احنا شايفينها دي مع بعض اهي. كده خلاص انا خليت الناحيه دي. هاجي بقى ايه، اقوم قطعه بالسكينه الكبيره عشان تساعدني في القطع اهي، زي ما احنا شايفين كده يا جماعه اهو. ما شاء الله طالعه مستويه معايا، مفيش فيها اي حاجه اهي زي ما احنا شايفين. الناحيه التانية كمان اهي. اروح بقى اخلي الناحيه التانية ونشوف هنعمل اللي وراك مع بعض ازاي. طبعا هندور بقى الفرخه بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين، ونيجي برضو من هنا من اول كده نبدا نفتح لها نخللها اهي. ناخد جنب العظم بالظبط يا جماعه، ننيم السكينه جنب العظم بتاعنا اهي. اسهل ان انت تستخدمي سكينه صغيره كده معاكي اهي، عشان خاطر بتمشي معاكي جنب العظم ما شاء الله عليه اهي. مفيش ثانيه واحده بتكوني مخلص. تيجي عند العظميه دي وتاخدي من جنبها كده وتبداي تكشف على العظمايه عشان تخلعيها من اللحم اهي. هقلبها الناحيه التانية وابدا اقطع الجلد واجيب من هنا اخلي بين من عند الكتف كده او الجناح واقطع. ودي يا جماعه الناحيه التانية طلعت معايا بكل سهوله ما شاء الله عليه اهي. نشوف بقى اللي وراك بتاعتنا. طبعا انا هخلي الورك برضو. طبعا العظم ده يا جماعه ما بيترماش، بنستخدمه برضو. هبدا اخلي العظم. شوف كله انا شغاله بالسكينه الصغيره معاكم اهي. الكبيره بس ببدا اقطع بيها الاماكن اللي هي السكينه الصغيره مش هتقدر تجيبها. زي ما احنا شايفين هنخلي حوالين العظم من ناحيتين اهو. هاجي اخد برضو حوالين العظم من الناحيه التانية كده زي ما احنا شايفين اهي. وبرضو من الناحيه دي كده، يعني هدور حوالين العظم بتاع الورك يا جماعه كله اهو. بسم الله. طبعا في ناس بتخليها والورك مقفول عادي مفيش فيها اي مشاكل. هنيجي بقى حوالين، بصوا نيجي هنا كده نخلي حوالين العظم، ما نسيبش معايا نحاول ما نسيبش بقدر الامكان لحمه على العظم. طبعا هنيجي بقى في الجزئيه دي ونستخدم السكينه الكبيره شويه عشان تساعدني ان انا اقطع
الدنيا دي كلها اهي. ودي يا حبايبي الورك انا طلعته اهو زي ما احنا شايفين اهو، مخلي من جوه اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. هروح اخلي بقى الورك التاني وارجع معاكم. ودي يا حبايب قلب الكميه اللي طلعت معانا من الفرخه بدأ اهي نروح نشتريها ليه. ادي فرخه نجيبها بصوا بسكينه مفيش هتطلعي. وده يا جماعه اللي باقي منها اهو او اللي طلع منها، بس بوريلكم عشان تشوفوا مفيش فيها لحم، ما طلعش فيها لحم اهو ما شاء الله. في بالظبط 5 دقايق كانت كنت مخلصاها. ودي يا جماعه الكميه بسم الله ما شاء الله ما هيش قليله خالص اهي زي ما احنا شايفين. ممكن تعملي بانيه، ممكن تعملي ستريبس، ممكن تعملي ناجتس، ممكن تعملي كل حاجه، ممكن تعملي شاورما، فاهيتا، اي حاجه بيها لاولادك. وده يا جماعه الفيديو بتاعنا النهارده. كنت بس حابه اعرفكم طريقه خلي الفراخ اللي مش عارفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.